في عالم مليان بالقدرات الخارقة ينقسم حماة المجتمع لفئتين المعروفين وهم الأبطال المرخصين أو الصفوة المختارة اللي بترعاهم الحكومات وبيتبعوا القانون وبيجسدوا العدالة الرسمية. بينما على الجانب الآخر يا أصدقائي بيظهر نوع تاني خالص من الحماة أقل شهرة بس أكثر جراءة، ألا وهم الأبطال المتطوعون أو كما يطلق عليهم فيليجانتس. دول بقى بيعملوا خارج نطاق القانون واللي بيحركهم هو ضميرهم وبس علشان يحققوا العدالة بطريقتهم الخاصة في الظل بعيدا عن أعين السلطات. وهنا يتجسد السؤال الأزلي: إيه هي العدالة في نظر الأبطال المنبوذين واللي بيميزهم عن نظائرهم اللامعين في سماء الشهرة؟ أو ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. ولكن قبل أي حاجة، قناتنا لسه صغيرة يا أصدقائي وعايزين نوصلها ل100,000 في أسرع وقت، فهمكم معانا وحطوا لايكات وما تكتفيش بتعليق واحد، لا اكتب تعليقات يا صديقي كتير وكلمنا عن اللي بيعجبك وعن برضه اللي مش عاجبك، وما تنساش تصلي على النبي المختار عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ. في وسط المدينة اللي بتعج بالحياة فجأة بيظهر وحش عملاق بيهدد كل حاجة حواليه، الناس بتجري في كل اتجاه، الخوف والرعب مالي المكان، لكن الامل بيظهر في السماء في صورة نجم ساطع، البطل الاسطوري اول مايت. بيوصل يا جدعان واللي بضربة واحدة بس منه بقوته الجبارة بيقضي على الوحش العملاق تماما وكأنه ما كانش موجود. الناس كلها بتبص عليه بإعجاب وذهول. اول مايت بطل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بيتأكد ان كله تمام ومحدش اتأذى وبيختفي بسرعة زي ما ظهر، تارك وراه ابتسامة عريضة في قلوب الناس. وسط الجمهور اللي كان بيتفرج على المشهد المهيب ده بنشوف شاب صغير عنده 19 سنة اسمه كويتشي هاياماوري واللي هو بطل قصتنا. كويتشي عينيه بتلمع وهو شايف اول مايت، بيتمنى يكون بطل زيه، بطل يقدر ينقذ الناس ويحميهم. وهو ماشي بين الناس ابن العبيطة بيتخبط في مجموعة من الشباب واللي شكلهم مش تمام خالص يا صديقي، وبيوقع العصير من شخص الا وهو سوجا كويساكي. ده شكله هيتعمل لحمه مفرومه. فعلا الواد اللي اسمه سوجا بيضايق وبيزعق لكويتشي وبيأمره يعتذر له وينزل على ركبه، لا ده كمان بيبص رجليه. سوجا كان عاوز يذله قدام صحابه وبيستعد علشان يدوس على كويتشي برجله، لكن كويتشي بيفاجئه بحركه سريعه بينفذ حركه المنور الخارقه السريه منوره الخنوع. بينزل كويتشي لورا بسرعه البرق وبيسيب سوجا مذهول ومتغاظ. كويتشي بيهرب بسرعه وبيسيب المجموعه دي وراه، وهو بيلف في الشوارع بيشوف تجمع تاني لناس كتير كلهم متجمعين حوالين فنانه استعراضيه مستقله الا وهي بوبي ستيب. كوتشي بيفكر في نفسه ان بوبي ستيب بتلعب بالنار، بتعمل عروض في الشارع من غير تصريح رسمي وده ممكن يعرضها للمشاكل. ومع ان اغانيها مش واو قوي، بس اللي بيميز بوبي ستيب بجد هو قدرتها على الطيران ودي اللي بتجذب ليها المعجبين. ولكن فجاه عربيه شرطه بتعدي من جنبهم، كوتشي بيلاحظ ده وبسرعه بينده على بوبي ستيب بينبهها. فعلا بوبي ستيب بتاخد بالها وبتقرر تنهي العرض وبتطير بعيد، وكوتشي بيجهز نفسه عشان ينزلق بسرعه لمكان شغله. وهنا بنعرف ان كوتشي بيشتغل في محل بقالة صغير والمدير بتاعه مش طايقه عشان دايما بيتأخر، والمرة دي خصم جزء من مرتبه. زبائن بيدخلوا المحل ويا لها من مفاجأة دول نفس المجموعه اللي كوتشي اتخانق معاهم من شويه يا جماعه. سوشا اول ما بيشوف كوتشي بيتعصب اكتر وبياخده بره المحل. سوشا حرفيا بيمسك في كوتشي يفشخه وبيديله علقه موت. كوتشي مش عارف يدافع عن نفسه لان سوشا عنده قوه خارقه اسمها مسامير، بيطلع مسامير حتى من مفاصله. بعد ما سوشا بيجبروا يشتروا له عصير، كوتشي بيكون متغاظ ومقهور من الضرب اللي اكله. كوتشي بيروح مكان بعيد وبيغير هدومه وبيلبس الزي بتاعه عباره عن جاكيت ستايل اول مايت وليه كاب وبيحط كمامه على وشه، وبياخد قرار انه هيحقق العدالة بنفسه من غير ما يلتزم بقوانين او تصاريح، وبيقرر يكون حارس غير شرعي. كوتشي بيبدأ يعمل أعمال خير في المدينة، بيرجع الحاجات اللي الناس بتوقعها منهم، بيدي الناس عناوين، بيساعد الناس تركب القطر، بيصور مناسباته وبيعمل إعادة تدوير وبيعمل كل إشي حرفيا. الناس في المدينة فرحانين وبيسموه بالولد الطيب. كوتشي بيكون مبسوط قوي وهو بيساعد الناس، ده بيخفف عنه الضغط وبيحس بإحساس حلو قوي جواه. بعد ما بيخلص أعمال الخير بتاعته، كوتشي بيكون ماشي راجع البيت وفجأة حد بيقدم له عصير يشربه. بنعرف إن الشخص ده هو بوبي ستيب اللي بتشكره إنه نبهها بالشرطة وبتقول له إنها مشيت وراه عشان تشكره بشكل كويس، بس في نفس الوقت بتتريق عليه وبتقول له إنه ضعيف. كوتشي بيدافع عن نفسه وبيقول لها إنه مش كويس في العنف. بوبي ستيب بتستغرب إنه لابس جاكيت أول مايت وهو أصلا ما بيعرفش يتخانق، بس هو بيقول لها إنه لابس الجاكيت ده عشان أول مايت بيمثل مثله الأعلى.
وانه قرر يكون مفيد للناس بطريقته الخاصة. بعد ما كل واحد فيهم بينتقد هدف التاني، بوب ستيب بتبدأ تمشي لكن بتتخبط في سوجا. الشباب اللي مع سوجا بيعرفوا بوب ستيب وبيبدأوا يتريقوا عليها ويضايقوها. كويتشي بيحاول يوقفهم لكن ما حدش بيعبره، وبيشوف دموع في عين بوب ستيب فما بيقدرش يتجاهل طلبها للمساعدة. كويتشي بيفكر بسرعة ازاي ممكن يتعامل مع الموقف ده، وفعلا بيخطر في باله فكرة ألا وهي انه يستخدم قدرته ألا وهي الانزلاق علشان يعرقل 2 من الشباب دول، وبعدين يهجم على الزعيم بتاعهم عشان بوب ستيب تقدر تطير وتهرب. كويتشي بياخد قرار انه هينفذ الخطه بتاعته، بينزلق بسرعه ناحيه ميورو. تويتشي بيحاول يوقعه لكن بيفشل وميورو بيرميه على الارض. الشباب دول بيركزوا اهتماماتهم على كويتشي. سوجا بالخير بيسوش كويتشي بالمسامير اللي في رجله. لو مش بس كده، ده ابن المجنون سوجا بيقرر يقضي عليه عشان ضايقه، وبعدين يتولى امر بوب ستيب. وفي اللحظه اللي سوجا بيستعد يضرب كويتشي بالمسامير، حد بينزل فجأة من السماء وبيخبط في كومة الزبالة وبيوقف سوجا. الشخص ده بيقوم من الزبالة وبيبان انه راجل عجوز مفتول العضلات. سوجا بيكون مذهول مش فاهم ايه اللي بيحصل. فجأة الراجل العجوز بيلكم سوجا لكمة قوية بتوقعه على الارض. كويتشي بيكون مصدوم من اللي شايفه. ميورو ورابط بيكونوا مندهشين من اللي حصل وبيسألوا الراجل العجوز ايه هي دوافعه. الراجل العجوز بيقول للشباب ده انه اسمه كيلر ومتخصص في التعامل مع اشكالهم. كيلر فجأة بيسأل رابط إذا كان معاه مخدرات وبيأمره يوري له لسانه قبل ما رابط يرد. كيلر بيلكمه جامد في بطنه، بيخرج لسانه بره بصباعه بيتأكد إن مفيش أي لون غريب. بعد ما بيخلص رابط بيهزم ميورو بسهوله وبيتاكد انه لساني وما فيهوش اي لون غريب. كيلر بيركز اهتمامه على كويتشي وبيمدح مجهوداته وبيقول له انه ممكن يكون بطل حقيقي لو اشتغل معاه. كويتشي مش بيكون مهتم بالعرض ده، لكن كيلر بيكشف كذبته وعارف انه شخص ما بيقدرش يسيب الناس اللي محتاجه مساعده زيه زي اول مايت. هو بيعترف كمان ان قوته مش مفيده ومستحيل يقدر يجتاز امتحان الابطال المحترفين. كيلر مش فارق معاه اذا كان كويتشي عنده قوه خارقه ولا تصريح رسمي، لان الحاجات دي ملهاش لازمه وملهاش علاقه بالعداله من وجهه نظره. كيلر مؤمن ان الابطال الحقيقيين بيتصرفوا لما بيشوفوا حاجه غلط بتحصل قدامهم. كوتش بياخد باله ان كيلر مش بطل مرخص. فجاه سوجا بيقدم تاني، بيمسك بوب ستيب كراهنه وبيهدده ويشوه وشها بالمسامير بتاعته. كوتش ما بيقدرش يسيبه يعمل العمله الشنيعه دي وبيهجم على سوجا وبيوقعه على الارض وبيخلي بوب ستيب تطل فوق عشان تكون في امان. كيلر بقى بيهجم سوجا وبيخبطه في الحيط. كيلر بيكتشف ان سوجا مش معاه المخدر اللي بيدور عليه وبياخد صوره من بطاقه الهويه بتاعته. بعد ما بيهزم الشباب دول، كيلر بيقول لكويتشي في طرق كتيره عشان تكون بطل غير اللي العالم بيقولها. كيلر بيشوف نفسه بطل عشان عاقب الاشرار، ودي حاجه منعشه بالنسبه له. وبيقرر يتبنى كويتشي كتلميذ ليه، لكن كويتشي شايف ان كيلر شخص خطير وما يقدرش يثق فيه او ينضم ليه. في وقت لاحق الشباب دول بيكونوا ماشيين في زقاق ضيق وهم متدمرين من الضرب اللي اكلوه من كيلر. بيشوفوا شخص لابس بدله وبيعرض عليهم ادويه ممتازه. كيلر بيظهر كضيف غير متوقع في بيت كويتشي. هيامواري ناكل ديستر. هيامواري كيلر مش فارق معاه اذا كان كينيتشي بينادله بالمعلم، لكن كويتشي مفيش في نيته يكون تلميذ ليه. بيدخلوا في موضوع على طول، وكيلر بيشرح ان المخدر اللي بيدوروا عليه اسمه تريجر، وتريجر ده يا معلم بيكون مخدر بيزود قوه مستخدميه وفي نفس الوقت بيضعف قدرتهم على التفكير المنطقي. تريجر بالتالي مخدر بيحول المواطنين العاديين لاشرار بقوه كبيره. في مكان تاني، الراجل اللي لابس البدله الانيقه بيعرض الدواء الممتاز على الشباب الثلاثه، والصدمه اننا بنكتشف ان الدواء ده هو تريجر. رابط توكاشي ميوري توتشي بيحقنوا نفسهم بتريجر، وده بيزود القوه الخارقه بتاعتهم بشكل ملحوظ. بعد ما بيشوف التحسينات دي، الراجل البائع بيصر ان سوجا كوسيشازي بيحقن نفسه بتريجر. نرجع بقى لبيت كويتشي. كيلر بيرفض يسيب الاشرار المؤقتين ويتمشوا في الشوارع براحتهم، مش هيسمح ان ده يحصل. لكن كويتشي شايف ان الافضل انهم يسيبوا الموضوع ده للشرطه او الابطال المحترفين. كيلر بيشرح ان الشرطه والابطال متاخرين خطوه، لان مستحيل يقدروا يميزوا الناس اللي استخدموا تريجر، وده بسبب اللي يخليهم هم اللي لازم يوقفوا مدمنين التريجر دول. وبيقول كمان ان مهمتهم هي انهم يواجهوا اي شباب مش مظبوطين ويخلوهم يخرجوا لسانهم، لان تريجر بيخلي اللسان يتحول للون الاسود. كيلر بيوضح انهم هيضربوهم وهيزقوهم عشان يعرفوا مين التاجر اللي اداهم تريجر ويقطعوا انتشار تريجر. كويتشي بيكون فاكر ان كيلر مش بيتكلم وبيهزر، لكن بيتفاجئ لما كيلر بيبدا فعلا يجهز نفسه عشان يضرب شويه شباب. كويتشي بيحاول يوقفه وبيطلب من الشباب دول يخرجوا
يخرجوا لسانهم. بيعملوا كده ولسانهم بيكون طبيعي. بعد ما الشباب دول بيمشوا بوبي ستيف بتوصل وبتستغرب من اللي كيلر وكويتش بيعملوه. كويتش بيقول لها ان كيلر بيدور على الناس اللي اخدت تريجر والتجار بتوعهم عشان يوقف انتشاره. بوبي ستيف بتفكر انهم لازم يستخدموا دماغهم بدل العنف، وبتقترح انهم يدوروا على الانترنت عن ظهور اشرار مفاجئ، وده هيخليهم يقدروا يحددوا الاماكن فيها مدمني التريجر. كيلر بيلمح راجل بائع وبيبدا معاه. كويتش بيحاول يوقفه بالغلط، بيوقع شنطه البائع اللي بيكون فيها مجسمات ابطال خارقين. كيلر بيشك في البائع ده، لكن بوبي ستيف وكويتش بيحاولوا يوقفوه. الراجل العجوز ده لكن مفيش فايده. الحارس الغير شرعي العجوز شايف ان الموضوع ده مريب. الراجل موظف الشركه بيقول انه بيشتغل في شركه العاب، لكن كيلر مش مصدقه، عاوز يستجوبه. بوبي ستيف وكويتش بيحاولوا يوقفوه لكن مفيش فايده. كيلر بيكون هيوجه له لكمه قويه للبائع المريب، لكن فجاه دراع كيلر بتلف بقوه بقطعه قماش شويله، وبنكتشف انه اللي استخدم القماش ده هو المعلم ايزوا. ولكن ده قبل ما يكون معلم اصلا، ودلوقتي بطل محترف. ايزوا بيكون فاكر ان كيلر ده شرير، وبيفتكر ان الحركات العنيفه بتاعته دي ما ينفعش تعدي كده. بيندهش كيلر وبوبي ستيف وكويتش من ظهور ايزوا. المفاجئ ده كيلر مش بيتاثر قوي بضربة ايزوا، وبيجهز نفسه علشان يرد الهجوم، والشرر بتتطاير بينهم. ايزوا بيكون سامع اشاعات عن كيلر ان عنده قوة خارقة بتزود قدرة التحمل، فايزوا بيفعل قوته المميزة المحو، القوة اللي بتمسح بيها قوى الخارقين اللي بيبص لهم. لكن يا للعجب، كيلر ما بيتأثرش بقوة ايزوا اصلا، وبيكمل خناقة كأنه ما فيش اي حاجة حصلت. ايزوا نفسه مصدوم، ازاي قوته ما اتأثرتش؟ وفي وسط الخناقة دي كويتش بيكون متوتر وقلقان، وبيجري على البائع اللي كان السبب في كل ده، وبيعتذر له بسرعه، وبيطلب منه وسط الخناقه دي ان هو يقول لايزوا ان هو وبوبي ستيف ما لهمش اي ذنب في اي حاجه، وانهم ابرياء. لكن البائع اصلا ما بيصدق يخلص من الموقف وبيهرب. بوبي ستيف بتكون مركزه مع البائع اللي ظهر فجاه، وبتقول لازم يجروا وراه عشان شكله مريب وممكن يكون له علاقه بالاشرار دول. الخناقه بين كيلر وايزوا بتكون على اشدها، الاتنين بيتخانقوا بقوه ومهاره، ومفيش حد فيهم راضي يستسلم. كيلر بيقدر يصمد كويس جدا قدام ايزوا، مع ان ايزوا منفعل قوته عليه. ايزوا بيندهش اكتر لما كيلر بيرجعه لورا. ما كانش متوقع ان الراجل العجوز ده بالصلابه والقوه دي، وبيبدا يشك في حقيقه قوه كيلر. وفي نفس اللحظه دي كوتشي بيكون بيجري بسرعه ورا البائع المشبوه، لكن فجاه بيلاقي نفسه محاصر من مجموعه شباب، وهم الشباب البلطجيه اللي اتخانق معاهم قبل كده. سوجا ورابطهم يورو بيكونوا مستنيينه عشان ينتقموا منه. سوجا بيكون متعصب جدا وعاوز يرجع كرامته، وبياخد حقنه من المخدر الغامض الا وهو تريجر، وبيحكم نفسه بيه وشكله ناوي على الشر. ايزا بيوقف الخناق مع ديستر، فجأة بيكون فهم ان كيلر مش شرير زي ما كان فاكر. كيلر بياخد اعتذار ايزا بصدر رحب، وكل واحد فيهم بيمشي في طريقه. ايزا لسه شايف ان كيلر شخص مريب، بس ما بيقدرش يتهمه بحاجة عشان ما عملش اي حاجة غلط. ايزا بيفكر في نفسه ازاي قوة المحو بتاعته ما اثرتش في كيلر، وبيوصل لاستنتاج ان كيلر ده اكيد ما عندوش قوة خارقة، وبياخد احتياطه وبيعمل تقرير عن كيلر وبيرفعه لقوات الشرطة تحسبا لأي ظرف. ايزوا بيكون مشغول في كتابة التقرير، وفجأة بيسمع صوت صريخ عالي. بيبص بسرعة وبيلاقي كويتشي بيستخدم قوة الانزلاق والانسياب عشان يهرب من الشباب اللي زادت قوتهم بتريجر. كويتشي بيقدر يفلت من هجوم سوجا، لكن بيلاقي ميورو في وشه. يا ترى هيعمل ايه؟ وفي اللحظة الحاسمة دي كيلر بيظهر وبينقذ الموقف، بيمسك طوبة من الارض وبيخبط بيها ميورو. سوجا بيحاول يهجم على كويتشي، لكن ايزوا بيكون اسرع وبيستخدم سلاح القبض بتاعه عشان يمسك سوجا ويوقفه في مكانه. ايزوا اتدخل وقبض على الشباب دول بميزة المحو. كيلر وكوتشي بياخدوا قرار سريع انهم لازم يروحوا يدوروا على بوب ستيب اللي اختفت في وسط الاحداث دي. بنعرف ان بوب ستيب لسه بتجري ورا البائع المشبوه، لكن رابط بيكون بيجري وراها وبيحاول يلحقها. رابط بيركل بوب ستيب بقوه من ظهرها بعد ما بيلحقها، وده بيخليها تقع على البائع اللي بيقع على الارض، والشنطه بتاعته بتتفتح، وبنعرف ان هو والحاجات اللي معاه بتتفركش على الارض. في لحظه قانونيه البائع بيمسك مجسم اول مايت اللي وقع من الشنطه، وبيخلع راسها وبيستخدمه كحقنه عشان يفعل على نفسه مخدر تريجا. ويا للهول، البائع بيتحول فجاه لعملاق باربع دراع شكله مرعب. يا جماعه العملاق البائع بيمسك بوب ستيب والرابط وبيبدا يلف بيهم في الهواء زي العرايس البلاستيك. كيلر ما بيقدرش يسكت على المنظر ده، بينط في الهواء وبينفذ حركه قويه، بينزل برجليه الاتنين على وش العملاق البائع. العملاق بيتاثر بالضربه دي وبيروح يمين وشمال، وبيرد الهجوم بسرعه، وبيمد ايده العملاق وبيخبط كيلر بقوه. كيلر بيقع على الارض، لكن ضربته دي
كويتشي مش بيكون ليها تأثير، وبسبب ده قبضة العملاق البائع بوب ستيف بتضعف وبتبدأ تفلت من ايده في السماء. كويتشي بيكون لسه بيشوف حال كيلر لما بياخد باله من بوب ستيف وهي بتقع من السماء بسرعة جنونية، ما بيقدرش يفكر كتير وبيقرر ينقذها وبيطلع لفوق بسرعة البرق، بينط على المبنى ناحية بوب ستيف اللي بتقع. في اللحظة دي كوتشي بيفكر في نفسه مع انه خلاص الوقت فات اوانه عشان يكون بطل. هو لسه عنده حلم انه يطير في السماء زي بوب ستيف، لكن المفاجأة بوب ستيف مش بتمسك في كوتشي بل بتستخدم كوتشي كمنصة عشان تستخدم قوة القفز بتاعتها. بتدوس على ظهر كوتشي وبتنطلق لفوق بسرعة الصاروخ وبتطير وبتوصل لمبنى بأمان، وكوتشي بيكون هو اللي بيقع على الأرض. العملاق البائع بياخد باله من كوتشي وهو بيقع وبيجهز نفسه عشان يديله كف عملاق. كوتشي بيفكر بسرعة وما بيلاقيش حل، بياخد قرار مجنون هيتخبط في كف ايد العملاق، بيفعل قوة الانزلاق بتاعته في اللحظة الأخيرة وبيغير اتجاه سقوطه وبينزل بسلام على كوم الزبالة. أنا مش عارف حكاية الواد ده مع الزبالة. وبينده على كيرر بمعلمي، ياه نجا بأعجوبة لكنه لسه في خطر بخلص. العملاق البائع بيكون لسه مصمم يخلص عليه، بيوجه له لكمة قوية ناحية كويتشي. وفجأة حاجة غريبة بتحصل، العملاق البائع بيبدأ يصغر في الحجم، بيصغر وبيصغر لحد ما بيرجع لحجمه الطبيعي من تاني. ايه اللي حصل؟ بنكتشف ان ايزاوا بيستخدم ميزة المحو بتاعته وده اللي عطل قوة التضخم. ايزاوا بيكون وصل في الوقت المناسب، بيلف القماشة بتاعته حوالين البائع وبيقبض عليه. قوة الشرطة بتوصل في نفس الوقت وبتقبض على البائع والثلاث شباب البلطجية. كل حاجة بتكون خلصت في اللحظة الأخيرة. ايزاوا بيروح لكيلر وبيشكره على المساعدة اللي قدمها له، لكن في نفس الوقت بيفهمه ان تصرفاته خطيرة ومتهورة. كيلر مش فارق معاه الانتقاد، بيرد عليه بكل برود وبيقول له انه مواطن صالح ومن واجبه انه يتعاون مع الابطال. كيلر بيكون شايف ان الابطال المحترفين محتاجين ناس زيه عشان حوادث زي دي ما تتكررش، لانه حر في تحقيق العداله بطريقته الخاصه من غير قيود. ايزاوا بيكون مستغرب من كلام داستر وبيشوف ان كلامه عن العداله الغير قانونيه دي مجرد جرائم ضمير وبيعتبره راجل عجوز. كيلر بيرد بابتسامه عريضه وبيقول له انه مبسوط انه بيقول عليه راجل عجوز بيعمل مشاكل عشان يتعود على اللقب ده خلاص. في زقاق ضيق بعيدا عن الاحداث، بوب ستيف بتكون قلقانه على كويتشي وبتساله اذا كان كويس. كويتشي بيكون محبط وبيقول لها انه شايف نفسه مش نافع يكون بطل. بوب ستيف بتزعله وبتقول له يبطل يقلل من نفسه وبتمشي وبتسيبه لوحده. كانت ناويه تشكره على اللي عمله بس عشان بيضايقها ما بترضاش وبتمشي وهي وشها احمر من الخجل. كيلر بيظهر فجاه وبيكون مبسوط من كويتشي وبيقول له انه اتعلم ينزل من على الارض زيه صح. قال يعني ينزل من صندوق الزباله؟ ما علينا. كويتشي بيرد بسرعه وبيقول له انه لسه مش عاوز يكون تلميذه، ان كلمه يا معلم اللي قالها من شويه دي كانت مجرد كلمه. كيلر بيكون فاهم كويس ان كلام وافعال كويتشي العفويه دي هي مشاعره الحقيقيه وانه لسه جواه طموح كبير انه يكون بطل. وبكده بتبدا حياه كويتشي. بعد كام يوم في المدينه بتشوف اتنين شباب اسمهم اتشيومي وجوبي بيتخانقوا مع بعض بقوه، واثناء ما بوب ستيف بتكون طايره بتاخد بالها من الخناقه دي. بتقول لكويتشي ينزل يشوف ايه اللي بيحصل. كويتشي فعلا بينطلق بسرعه خارقه لمكان الخناقه، ولما بيوصل كويتشي بيزعل الشباب دول وبيأمرهم يبطلوا خناق، لكن سرعته الجنونيه بتخليه يتخبط في كومة زباله ويقع على الارض. الشباب دول بيروحوا يشوفوا اذا كان كويس ولا لا. كويتشي بيقوم وبيكون سليم ما فيهوش حاجه. الشباب دول بيسالوا كويتشي عن اسمه مين هو. كويتشي بيرد عليهم بكل ثقه وبيقول لهم انا زاك راولر، لكن الشباب دول بيكونوا عارفينه باسم الولد الطيب اللي على طول بيلم الزباله من الطريق. كويتشي بيحاول يصحح لهم المعلومه وبيقول لهم ان اسمه الجديد هو زاك راولر مش ذا كرولر، لكن مفيش فايده. الشباب دول مش فاهمين حاجه. كويتشي بيزهق وبيقول لهم يبطلوا خناق وخلاص، لكن جوبي بيروح يزقه بقوه. كويتشي بيضحك عشان عارف ان البطانه اللي لابسها بتحمي كويس. اتشيمو بيتخص من رد فعل كويتشي وبيستخدم قوته وبيبدا هو وجوبي يضربوا كويتشي بالرجل وبالايد. يا عيني عليك يا كويتشي. وفي وسط الضرب اللي بياكله كويتشي كيلر بيظهر كالعاده هو بيجهز نفسه عشان يدخل الخناقه، لكن كويتشي بيحاول يوقفه وبيقول له مفيش داعي يضربهم، مفيش مبرر للعنف. كيلر بيكون مستغرب من كلام كويتشي وبيقول ان هو متعود يضرب على طول عشان يخلي الاشرار يتعاونوا معاه، والاهم من كل ده انه بيحس بالانتعاش. كويتشي بيحاول يفهم كيلر ان مش صح الضرب كده. بوب ستيف بتكون زهقت من التاخير ده كله، بتنزل من السماء وبتستخدم جاذبيتها كاديول عشان توقف خناقه الشباب. ويا للدهشه خطتها بتنجح يا صديقي وشكلهم كلهم خرفان. الشباب دول بيتفاجئوا بوب ستيف وبيوقفوا الخناقه على طول لانهم بيعرفوها، وفي الوقت اللي الشباب دول بيكونوا منبهرين ببوب ستيف وبيجهزوا نفسهم عشان ياخدوا منها توقيع، فجاه
بيظهر شرير جديد اسمه اكيرا يوكاوا، وبيبدا يهجم على الناس الابرياء بقوتهم اللي زادت بمخدر تريجر. اكيرا بيكون في حاله هياج وبيخرب كل حاجه وبيوصل لذروته لما عربيه اطفال بتقع منها طفله صغيره. ساعتها كوتشي بيتحرك بسرعه البرق وبينقذ الطفله. لا جدع عياط. كيلر ما بيقدرش يسكت على اللي بيحصل، بيهجم على اكيرا وبيوجه له لكمه قويه، لكن لكمته ما بتاثرش فيه خالص. اكيرا بيرد عليه بلكمه اقوى بكتير، بتطير كيلر في الهواء وبترميه بعيد. ده قوته مرعبه حرفيا. اكيرا بيكون مبسوط بقوته الخارقه اللي زادت قوي دي وبيتباهى بدفاعه القوي، وبيوري الشباب دول لسانه الاسود اللي بقى مشبع بسبب مخدر تريجر. كيلر بيقوم من مكانه وبيكون فرحان قوي لما بيشوف لسان اكيرا الاسود، كده بيتاكد انه تريجر فعلا. بوب ستيف بتشرح لاتشيمو وجوبي عن مخدر تريجر وبتقول لهم ان كوتشي وكيلر متطوعين بيحاولوا انهم يوقفوا انتشار المخدر ده في السوق. اكيرا بيضرب كوتشي بقوه لكن كوتشي ما بيتاثرش عشان البطانه اللي لابسها بتحميه. كيلر بيبدا ينتقد الشرير المؤقت ده وبيقول له ان لسه مش متعود على قوته الجديده وعشان كده مليان ثغرات وان نقاط ضعف، وبيوري له مثال قوته في التسلق خلى جسمه متصلب زياده عن اللزوم وده خلى حركته بطيئه، وبيقول له كمان انه لو فقد تركيزه للحظه قوه التصلب دي هتختفي. كيلر بيمسك اكيرا بقوه وكويتشي بينزلك بسرعه على رجل اكيرا وبيوقعه على الارض، وبكده اكيرا بيفقد تركيزه للحظه ودفاعه القوي بيختفي. كيلر بينتهز الفرصه وبينزل ضرب في اكيرا بكميات لكمات رهيبه. اكيرا ما بيقدرش يستحمل الضربات دي وبيقع على الارض مهزوم وبيرجع لحجمه الطبيعي تاني. كيلر بيكون بيبص في وش اكيرا وهو مخدور على الارض لكن وشه بيفكر في حاجه تانية بس مش عارف هو مين. كوتشي بيكون ماسك الشير ده ومكتفه كويس وكيلر بيدور على اي حاجه تدل على هويته. بوب ستيف في الوقت ده بتكون رجعت الطفله صغيره لامها اللي كانت مرعوبه عليها. كوتشي بيجهز نفسه عشان ياخد صوره لوش الشرير ولسانه الاسود عشان يكون معاهم دليل. بوب ستيف بتقول للشباب ان دول الناس اللي بتستخدم تريجر لسانهم بيسود وبتنصحهم يبعدوا عن المخدرات، والشباب دول بيوعدوا انهم عمرهم ما هيقربوا منها. فجاه صوت عربيات الشرطه بيكون بيقرب عليهم. كوتشي وكيلر بيعرفوا انهم لازم يهربوا بسرعه. بوب ستيف بتقفز بسرعه وبتطير بعيد وبتقول للشباب انها هتشوفهم مره تانية. المهم الكلام ده بيفسر الكلام اللي قال في الاول، هو ان مش كل الناس بتقدر تكون ابطال، في ناس بتستخدم قواهم الخارقه في حياتهم اليوميه عادي وفي ناس تانية بتتحول لوحوش بسبب القوه دي. الشباب دول بيكونوا بيبصوا على كوتشي وكيلر وهم مبهورين وبيسالوا نفسهم مين الناس دي. كوتشي بيرد عليهم هو بيقول لهم انهم الابطال الجداد الغامضين كيلر وزاك لاورا في مكان الجريمه. قوات الشرطه بتكون بتحقق في قضيه اكيرا. المحقق نعماسه بيكون بيفحص كيرا بيقول ان قوه الشرير دي خلط من التضخيم والتسلق. كوتشي بيستنتج ان اكيرا ده شرير مؤقت ظهر فجاه بسبب المخدر. كوتشي عاوز يعرف مين اللي ضرب الشرير ده. سانسا بيرد عليه وبيقول له مفيش اي تقرير عن ابطال تم ارسالهم للمنطقه دي. كوتشي بيستنتج استنتاج مهم ان الناس المسؤوله عن قبض الشرير ده هم الابطال الغير مرخصين، حراس غير شرعيين واللي بيدعوا فيليجانتس. سانسا بيكون مبسوط ان الفيليجانتس دول خلصوا على الشرير ده عشان ده في صالحهم، لكن نعموسا بينبهه بيقول له يحاسب في كلامه عشان في حاجه اسمها قانون وتنفيذ اعمال حراسه غير شرعيه يعد اختراق للقانون. وفي اللحظه دي بتلاحظ ان الاحداث اللي حصلت النهارده والقبض على اكيرا منتشره وبتقول ده لكويتشي اللي بيكون فرحان قوي انهم بداوا ياخدوا شهره. بوب ستيف بتقول له الناس كلها بتنادي كيلر بالجد العجوز الغامض ذو القبضه الحديديه. وزاك راولر كويتشي بيتغاظ من اسمه لانه انتشر بشكل غلط. انت اللي غلطان يا عم، انا تعبني مش عارف انطق الاسم يا جدع. ايه زاك راولر دي؟ ده لو منطقه صح اساسا.